عامله لكم حمام محشي النهارده، حاجه كده من الاخر زي ما انتم شايفين. الطريقه سهله جدا وكمان الحشوه رهيبه. هنعملها النهارده مع بعض. الطريقه بقى سهله جدا، وسر الحشو بقى هقوله لكم النهارده. شايفين بقى الرز من جوه عامل ازاي؟ مفلفل كله، مفيهوش اي حاجه معجنه، يعني كده حاجه من الاخر، حاجه 10/10. الطريقه سهله جدا، وكمان هقول لكم سر الحشوه ازاي تخلوها تبقى جميله معاكم، تطلع حلوه كده، ويطلع الرز معاكم مستوي وما هوش معجن ولا اي حاجه، ويفضل مفلفل زي ما انتم شايفين كده. ده بقى الطبق بتاعي في الاخر كده بعد ما حمرته وخلصت. ده الطبق بتاعي النهارده، بجد كان جميل جدا والطعم كان تحفه. وكمان الحشوه هقول لكم على كل التفاصيل وكل حاجه في الفيديو ده. كملوا معايا الفيديو للاخر. اللي لسه اول مره يشوف القناه بتاعتي، يا ريت تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ومفيد. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده عشان ترفعوا الفيديو معايا يا جماعه. ويلا بينا بقى نخش على الوصفة ونشوف هنعمل ازاي. بجد النهاردة الطبق بتاعنا ده حكاية حكاية زي ما انتوا شايفين كده، بيتكلم عن نفسه. حمام بقى محشي بالرز كده، حاجة مفيش بعد كده. هقول لكم على سر الخلطة. الخلطة دي انا بعملها على طول وتطلع حلوة معانا. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير بتعمله يعني بحشوات كتير، بس اكتر حشوة انا بحب اعملها اللي هي حشوة الرز. في الفريك وفي حاجات كتير، بس الحشوة بتاعت الرز دي بتبقى جميلة جدا، بتدي طعم حلو. وكمان سهلة جدا، هنعملها سوا مع بعض. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على حبايب قلب الحلوين المشتركين واللي لسه مشتركوش في القناه. لو انتوا بتتفرجوا على القناه لاول مره، يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تحطوا لايك للفيديو. دلوقتي معانا بقى المكونات. معايا هنا الحمام، دول 4 حمامات. انا طبعا غسلتهم كده ونضفتهم. وكمان اول ما بذبح الحمام باخده كده اطلع الحصلة بتاعته وهو لسه طري. انا عملت معاكم الطريقة دي قبل كده. بنطلع الحصلة وهو الحمامة لسه كده قبل ما احنا ايه نصمتها ونريشها، عشان خاطر بتبقى الجلدة لسه جامدة معانا كده وما تتقطعش معانا. معايا بقى الحمام، ومعايا كمان الكبد والقوانص، ومعايا بصل بشرها او مقطعها ناعم، وطبعا كوبايتين من الرز غسلهم كويس وزي ما انتم شايفين كده. ومعايا بقى جزر مبشور وفلفل وطماطم. الجزر ده يعني ممكن كتير يقولوا لي ليه جزر وكده. على فكرة الجزر ده بيدينا طعم حلو قوي للرز بتاع الخلطة، وكمان بيديله التسكيرة كده، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى جميل جدا. يا ريت تعملوه بيها. والله انا من ساعة ما جربت ان انا اعمل الحشوة بتاعت الحمام بالجزر وكده، بتدينا طعم حلو قوي. دي طبعا كل المكونات اللي انا هشتغل بيها النهارده. اللي معانا الحمام والكبد والقوانص، انا بحطها على الرز على الحشو، بشوحهم بيها كده، بتدينا طعم حلو. وطبعا معانا التوابل بقى، اللي هي التوابل اللي هي العاديه، فلفل وكمون وحبهان ورق لورا. مش هحتاج حاجه اكتر من كده. دلوقتي بقى انا جبت صينيه هنا على البوتاجاز وحطيت فيها شويه زيت عشان نبدا نشوح الرز. معانا بقى كل المكونات. يعني ايه هنشوح الرز. الحاجات بقى اللي هي اللي معانا البصل وكده. جبت البصل كده حطيته الاول لحد ما البصله تدبل معانا كده، وبعد كده ابدا احط باقي المكونات. هسيبها تدبل بس، مش هخليها تحمر او انها تاخد اللون الذهبي، لا هي تدبل بس معانا كده. هي خلاص خدت اللون اللي انا كنت عايزاه، او ان هي وصلت للدرجه اللي انا عايزاها، هبدا احط عليها الرز واشوحهم سوا مع بعض. ياخدوا برضو تقليبه كده، وبعد كده ارجع احط باقي المكونات بقى والتوابل وكده.
كده برضو خدت تشويحة للرز. هحط برضو الجزر والفلفل والطماطم والبهارات بقى الموجودة عندك، انا هقلبهم كده شوية واحط برضو البهارات. معانا الكبد والقوانص هحطها برضو عشان تتشوح كده مع الرز بقى وباقي الخلطة. انا بحط بقى فلفل وكمون والبهارات الموجودة عندي، يعني حابة تزودي بقى مرقة دجاج، بس انا بحط لها مرقة دجاج بس النهاردة ما كانش عندي، بس هي بتديها طعم حلو قوي، فالنهاردة بقى ما كانش عندي فعملت بالموجود. حطيت برضو الفلفل والكمون والملح وارجع اقلب تاني واسيبها بقى لحد ما تاخد نص سوا كده معانا على البوتاجاز. الرز ده ياخد نص سوا، ده بقى بيخلي الرز معايا لما بحشيه مع الحمام ما يبقاش معجن معايا، وكمان ممكن يبقى حصى وكده، لا ده الطريقه دي بتبقى حلوه معايا في الرز، تخلي الرز يستوي وكمان ما يعجنش معانا وما يطلعش معاكي حصى ولا حاجه. فانا بحب ان انا اديله تشويحه حلوه كده لحد ما الرز يبقى نص سوا. هستمر في التقليب كده عشان خاطر ما يتحرقش معايا. زي ما انتم شايفين كده انا بقول لكم خلاص هو كده وصل للسوى اللي انا عايزاه. هطفي عليه بقى واسيبه يبرد وبعد كده نبدا نشتغل في الحمام. زي ما انتم شايفين كده انا معايا الحمام، هبدا احشي بقى كده الحمامه دي. يا جماعه شايفين انتوا رز الخلطه بقى ما شاء الله شكله حلو وكمان الطعم والريحه تحفه. الحمام زي ما انتم شايفين كده انا بقى كنت طبعا مطلعه الحصله وهو طري، وكمان كنت شايله عازله الجلد من اللحم في الحمامه كلها حوالين الحمامه كلها. هبقى اوريكم الطريقه برضو في فيديو تاني ازاي برضو ان احنا نشيل الحصلة بتاعت الحمام، وازاي ان احنا نعزل الجلد عن الحمام عن اللحمة بتاعت الحمام عشان خاطر نحشي الحمامة كلها الجسم بتاع الحمامة كله. دلوقتي بقى هبدأ ادخل الرز زي ما انتم شايفين، بدخل برضو على بطنها كده، وبرضو الظهر نفس النظام انا خالية الجلد خالص زي ما انتم شايفين كده عشان لما نحشي الحمامة تبان كبيرة كده وشكلها حلو معانا. هدخل برضو كله كده، بس اهم حاجة ان احنا يعني ايه ما نملاش الحمامة رز كتير عشان خاطر برضو ما تفرقعش معانا وهي بتستوي كده، لا يبقى الرز يعني ايه مظبوط، الحشوة بتاعتها تكون مظبوطة، ما نديهاش زيادة عن حقها فالحمامة تيجي معاها وهي بتستوي تفرقع معانا كده في الشوربة والرز ده كله يطلع. نديها يعني الحشو بتاعها المظبوط. فانا هبدأ اشوف كده زي ما انتم شايفين وانا بحشي كده اخد بالي برضو. شايفين بقى الجلدة معانا جامدة ازاي، لان طبعا انا كنت مطلعه الحصلة وهي طرية فيعني ما فيهاش لا قطع بقى ولا فيها اي حاجة، الجلدة جامدة يعني يعني ايه مسهلة معايا عملية الحشو. انا بدخل الرز كده وبسحبه بقى كده بايدي لورا بحيث ان هو يخش بقى كله في الحمامة كده. يعني هحشي معاكم دي بس كده قدامكم والباقي هحشيه بقى مع نفسي بقى وبوريهولكم في الاخر. شايفين بقى انا حشيتها ازاي، سايبه برضو حته فاضيه كده من فوق بحيث برضو الرز لما يعني يستوي بيزيد كده في الحمامه فما يبقاش فيها ايه يخليها انها تبقى مليانه او تطرش او كده. وكمان انا ما بربطهوش، في ناس بتربطه كده في فتله خيط من تحت ومن فوق وكده، لا انا ما بربطهوش بسيبه عشان خاطر يعني يبقى في فتحات كده يخش منها الشوربه للرز تسويه وكمان ما يفرقعش معانا. بكتفها بقى كده، انا حشيتها برضو من بطنها وبكتفها بقى كده برجليها كده.
زي ما انتوا شايفين هي كده خلاص الحمامة دي خلصت. بحطها بقى في الشوربة زي ما هي كده، ما بعملش فيها اي حاجة تانية. شايفين ما شاء الله شكلها حلو، والحشوة كمان مظبوطة فيها، ما هيش كتير ولا اي حاجة. هكمل بقى باقي الكمية دي كده وارجع لكم. هعملها بنفس الطريقة، اتفكت معايا هربطها تاني ونرجع لكم بقى تاني. ده بقى هنا انا كنت خلصت الحشوه بتاعت الحمام وكمان عملت له الشوربه. الشوربه عباره عن طبعا ميه وبصل وطماطم وحبهان وورق لورا وكده، وسبتها تغلي وبعد كده احط فيها الحمام. اهم حاجه تكون الشوربه بتغلي عشان تحوش اي زفاره وكده، انتوا عارفين طبعا الحته دي، التركايه دي. هسيبه بقى لما يستوي كده وبعد كده ارجع لكم اوريكم الحمام ونشوفه في الاخر كان عامل ازاي. معايا هنا فلفل اسمر، احط له شويه كده. طبعا الحمام بيحب الفلفل الاسمر او الشوربه عامه يعني بتحب الفلفل الاسمر، فانا حاطه لها شويه كده واسيبه بقى مع نفسه كده، وفي الاخر لما يستوي هنرجع نشوفوه ونشوف الحمام بقى في الاخر كان عامل ازاي. ده طبعا الشكل النهائي للحمام بعد طبعا ما استوى كده وحمرته وخد اللون ده كده. دلوقتي بقى هنفتح نشوف الحشوه معانا. شايفين ما شاء الله الشكل النهائي، الحشوه زي ما هي مفرفره زي ما قلت لكم، مش معجنه ولا حاجه ولا ان هي حصل. الرز باين قدامكم اهو، وكمان الطعم والريحه حاجه كده خيال، والله العظيم طعمه تحفه تحفه. وكمان الجزر مديله طعم حلو قوي. وزي ما انتم شايفين الشكل النهائي بقى، وده كانت نهايه الحمام بتاعنا ونهايه الفيديو. بجد الطريقه سهله جدا، عايزاكم تعملوه بالطريقه دي، ويا ريت تعملوا لي بقى لايك وتكتبوا لي كومنتات كتير، انا بفرح قوي بالكومنتات بتاعتكم. وزي ما انتم شايفين دي الطريقه بقى النهائيه، دي الطريقه اللي انا بعمل بيها الحمام. عندي طرق كتير اللي هي زي الفريك وكده يعني، بس انا والله بحب طريقه الرز. الرز بيديله طعم حلو قوي للحمام، وكمان بيبقى طعم الخلطه دي حلو قوي. انا جربتها بالفريك وبالرز بس بحب الرز اكتر. بعمله بقى بالطريقه دي كده وبيبقى طعمه حلو قوي زي ما انتم شايفين بقى الحمام. ودي الطريقه اللي انا بعمله بيها. ايه رايكم بقى؟ اللي مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت يحط لي لايك ويشترك في القناه، اللي مش مشترك في القناه يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد ومفيد ان شاء الله. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، اشوفكم على خير. ما تنسونوش بقى ان انتوا تاخدوا جوله كده في القناه وتشوفوا باقي الفيديوهات بتاعتي. عندي فيديوهات كتير فيها وصفات كتير وفيها افكار كتير هتساعدكم في البيت وفي حاجات كتير زي ما انتم شايفين كده. واتمنى ما اكونش ان انا طولت عليكم، واشوفكم على خير.